انا جاي اقول لك ان انت لازم تصوم يوم السبت اللي جاي لو انت بتعمل ذنوب، لكن لو انت ما بتعملش ذنوب رضي الله عنك وارضاك يبقى خلاص بلاش ما تصومش. انا محتاج ان انا اصوم السبت اللي جاي، واكيد اللي بيعمل ذنوب محتاج ان هو يصوم السبت اللي جاي. اشمعنى؟ اصل اليوم ده يوم عاشوراء. طب وايه الفايده منه؟ يوم عاشوراء ده يا سيدي يكفر لك ذنوب السنه اللي فاتت. والله العظيم يا بختنا، يا بختنا اقسم بالله العظيم بربنا سبحانه وتعالى وبالحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لنا والله. طب في اوبشنز كمان مع يوم السبت. هو يوم السبت ده ايه اساسي مهم، ها اوعى تضيعه. في عندك تسعاء اللي هو قبله اللي هو يوم الجمعه، وفي عندك الخميس اللي هو قبله سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت عندك خميس وجمعه تسعاء وسبت عاشوراء، وعندك يوم الحد 11، وعندك يوم الاثنين 12 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك يوم الثلاث والاربع والخميس 13 و14 و15 الثلاث ايام البيض. عندك 8 ايام. لو تعرف تجيب الثمان ايام انت نجم، اقسم بالله العظيم نجم. لو تعرف تجيب السبت هات السبت. ده موضوع بص اللي هو ايه ما يعديش. طيب هنتكلم لو حد مثلا عنده عذر شرعي، واحده عندها عذر شرعي، او في حاجه مش مخليك تصوم، عذر فعلا، باذن الله يكتب لك الاجر بتاع اليوم ده. بس انت عليك حاجتين دلوقتي. انت لازم كل الناس تعرف اللي انا قلته لك ده دلوقتي، لازم كل الناس تصوم باذن الله يوم السبت ده. خلاص كده. 8 ايام هيبداوا من امتى؟ خميس جمعه سبت حد اتنين تلات اربع خميس. فقول للناس عشان تاخد الثواب، وانا كمان محتاج الثواب ده، فبالله عليك